أجمعين، وبعد، فإني أحييكم جميعا وأتوجه إلى إخواني وأبنائي المواطنين في هذه الليلة بكلمة من القلب، وأرجو أن تصل إلى القلب وأن ينفع الله تبارك وتعالى بها ويهديني ويهديكم إلى الصواب ويهدينا سواء السبيل. الأمر الأول، أو في بداية الأمر، أريد أن أطمئنكم جميعا إلى أن ما يحدث الآن بين الزاوية وورشفانة والأخبار التي أشيعت عليها بأن هناك كتائب للقذافي أو كتيبة الشهيد بومنيار كما سموها، أو أن هناك سيف ابن القذافي هو مختف في بدة ورشفانة، فقد تأكدت بنفسي من بطلان هذا الخبر وكذبه من جهات محايدة من أهل ثقة وأمانة وديانة، وكلامهم عندي صدق. ولذلك فإني أقول لكم ما شاع بالأمس من هذه الأخبار الكاذبة التي أدت إلى إراقة هذه الدماء الغزيرة أمس والبارحة وهذا اليوم، هذا أمر ضايقنا جميعا وسبب لنا كربا شديدا. فإن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لابد أن يعرف إخواننا في الزاوية وفي ورشفانة أن ما يفعلونه الآن هو من أكبر الآثام وأعظم الجرائم التي لا يقرها الإسلام، ويتسبب على فعلها وارتكابها، تسبب على ذلك فتن عظيمة ودماء غزيرة تراق، ويترتب على ذلك فتنة قد تشمل وتعم الوطن كله، ويبوء بإثمها من بدأها ومن حرض عليها ومن أشاع الإشاعة الكاذبة. وهنا أريد أن أنبه إلى دور الإعلام الخطير، فإن الإعلام حد أو سيف ذو حدين. الإعلام سيف ذو حدين، قد يصلح أحسن الإصلاح وقد يفسد أكبر الفساد، ولذلك عليهم مسؤولية عظيمة. فقد نقلت البارحة أخبار في بعض القنوات الفضائية، واستضافت بعض الناس وألقوا كلاما لا أساس له من الصحة، وهو الكلام الذي أشيع وتأكدت من كذبه. فهذه مسؤولية عظيمة. كل الدماء التي أريقت اليوم والبارحة يتحمل إثمها العظيم من أشاع هذه الإشاعة ومن بثها، فإن المتسبب والقاتل شريكان. إن المتسبب والقاتل شريكان في القتل. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذكر أهل العلم أنه كما يجب علينا أن نتثبت من قول الفاسق ولا نشيعه ولا ننقل خبره ولا نعمل به ولا نرتب عليه أمرا، فكذلك كما أننا لا نفعل ذلك بخبر الفاسق، أيضا لا نفعل ذلك بأمر مجهول الحال أو بكلام مجهول الحال. إذا أتانا إنسان مجهول الحال وأخبرنا بكلام، فيجب علينا أن نتثبت ولا نشيعه إذا كان يترتب عليه أمر عظيم، حتى نتثبت ونتبين. ويدخل في قول الله تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآن الكلام الذي أشيع وترتبت عليه هذه المقتلة العظيمة، هذا سيندم عليه من ذكره ومن وعمل المقابلة في الإذاعة وأصحاب الإذاعة
والمنتج ومدير الإذاعة وكل من له ضلع في هذا الأمر سيتحمل وزره. ولذلك أريد أن أنبه على خطورة الإعلام. الذين يعملون في الإعلام كما أنهم إذا ذكروا الحقيقة ودافعوا عن الحق هم في أعلى عليين وهم في أعلى الدرجات، وبالعكس إذا هم أساءوا وأفسدوا وأذاعوا الإشاعات الكاذبة وترتب عليها ما ترتب من هذه الأمور ومن الفساد العظيم الذي رأيناه بالأمس وهذا اليوم، فإنهم جميعا يبوؤون بالإثم نفسه، فإن المتسبب والقاتل شريكان في هذا الأمر. ولذلك لا يجوز في نظري أن تأتي إذاعة من الإذاعات وتقول معنا فلان من الطريق وتنقل خبره، وهذا فلان قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا. هذا غير جائز شرعا، لأن الناس الآن صاروا يتسابقون على السبق قبل الصدق، يريدون أن ينقلوا خبرا عاجلا مهما كان، أحيانا خبر ينشر نارا في البلد كلها ولا يأبهون به ولا يلتفتون إلى ما يترتب عليه من آثار جسيمة ومن خطر عظيم. فعليهم أن يتثبتوا، وعليهم أن يرجعوا إلى أنفسهم، وعليهم أن يحاسبوا أنفسهم، وعليهم أن يراقبوا الله تبارك وتعالى. لا يجوز لإذاعة أن تأتي إلى رجل في الشارع في مسألة عظيمة قد يترتب عليها ما ترتب وتقول له صف لنا ما تقول أو قل لنا ما رأيت أو قل لنا ما تعلم، فإنه قد يكون صاحب كيد، وقد يكون مريضا، وقد يكون متضررا من هذه الثورة نفسها، وقد يكون مجرما، وقد يكون له رغبة وقد يكون حتى سكران، وقد يكون حتى متناول الحشيش، وقد يكون له رغبة في أن يشعل الفتنة. فهذه كلها أمور يجب أن نلاحظها. فلا يحل لصاحب إذاعة أن يأتي إلى إنسان هكذا مجهول الحال وينقل عنه خبرا قد يترتب عليه ما ترتب، بل لابد من التريث، ولا تأخذ مقابلة مع أحد وإذا كنت في إذاعة إلا إذا كنت واثقا فيه وعالما من صدقه، فإنما يترتب على هذا الأمر من قتل ومن سفك دماء ومن فتنة. كل ذلك كما يحصل الإثم لمن فعله ولمن قتله ولمن هم في الميدان ولمن هم في المجلس العسكري، يحصل مثل ذلك لمن تسبب به ومن أذاعه من القناة الفضائية ومن عمل المقابلة، كل ذلك يشتركون في الإثم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى إلى أمر فيه خير وفيه رشد فله أجره وأجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة أشاع خبرا كاذبا أو تكلم بكلام ليس فيه حق وليس فيه ما يفيد المسلمين وإنما فيه ما يضرهم، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وعليه إثمها وإثم من تبعه لا ينقص ذلك من أجور من تبعه شيئا. فمن يتسبب في أمر له من الأجر أو من الوزر مثل أجر من فعله. إذا دعوت إلى أمر خير وعمل الإنسان ذلك الخير، لو دعوت أحدا إلى أن يتصدق ب1000 دينار وتصدق ب1000 دينار فيحصل للمتصدق ثواب 1000 دينار ويحصل لمن دعاه إلى ذلك ثواب 1000 دينار، فإن الله عز وجل فضله واسع. وإذا دعوت أحدا إلى أن يقتل أحدا أو إلى أن يسرق أو يشرب الخمر أو يفعل أي معصية أخرى، فإن ذلك الإثم، إثم القتل أو إثم الخمر أو أي إثم آخر، يحصل للفاعل ومثله لمن دعاه إلى ذلك. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحتاط لذلك. وهل تعلمون ما جزاء من قتل مسلما؟ يقول الله تبارك وتعالى: وأن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
ليس بعد هذا الوعيد وعيد. ولذلك يقول القرآن: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتلها بالفعل أو تسبب في قتلها بالفعل فقد ارتكب من الإثم مثل ما لو ارتكب قتل الناس جميعا، لأن ما قتل الناس جميعا ما جزاؤه؟ جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك من قتل واحدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن من ترك القتل وصان النفس المحرمة التي حرمها الله عز وجل ودافع عنها فكأنه أحيا الناس جميعا، له أجر من أحيا إنسانا وأنقذه من القتل. وعليه كل من يتدخل الآن في عملية صلح أو إيقاف قتال أو فك اشتباك فله أجر عظيم، لأنه كأنما أحيا الناس جميعا. ولا يعتقد الناس أن الأمر مثل السابق، أن المقتول شهيد. هذا أمر لا أساس له من الصحة. المقتول في النار، القاتل والمقتول في النار في هذه المعركة. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمان إذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وليس هناك فئة باغية، وليس هناك كتيفة الشهيد أبو منيار ولا كتيبة السيف ابن القذافي، وليس هناك أحد، وإنما تقتل إخوانك المسلمين وجيرانك الذين يجب أن تقاتل معهم ضد الكفر وضد الضلال، لا أن تقاتلهم. وأنا متأكد أن العقلاء من أهل الزاوية والعقلاء من أهل ورشفانة بريئون جميعا من هذه المقتة ومن هذه المذبحة، وأن هذه المقتلة يقودها السفهاء ويقودها الشباب المندفعون، وكثير منهم قد يكون من المجرمين ومن خريجي السجون الذين يريدون الغارة على الأموال ويريدون سفك الدماء ويريدون شرب الخمر ويريدون زعزعة الأمن. ولذلك يجب أن نقفهم عند حدهم، ويجب على عقلاء الزاوية أن يهبوا جميعا، وشعب الزاوية لا يصدق الإشاعات، لا يصدق الإشاعات الكاذبة، فإن أبنائهم إذا قتلوا هم في النار وليسوا شهداء. وكذلك أبناء ورشفانة فإن أبنائهم إذا قتلوا فهم في النار وليسوا شهداء، لأنهما جميعا مسلمين يتقاتلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وأنا أقترح في هذا الأمر، في هذا الموقف الآن، بعد أن بذلت محاولات عديدة لجمع الكلمة ووضع اتفاق، وفي كل مرة ينقض، فالاتفاق الذي اتفق عليه جيد لو نفذ، أن يخرج مجموعة من هذه الفئة ومجموعة من هذه الفئة ويتبادلان الأسرى، ويسند أمر تتميم الإجراءات إلى لجنة أخرى محايدة عن الفريقين. لو تم هذا الأمر هو في غاية الحسن، وهذا ما ينبغي أن يكون. ولكن كلما يقرب الأمر من أن ينجز هذا الاتفاق يبادر السفهاء ويطلقون النار فيفشلون الأمر. ولذلك أنا أوجب على الحكومة، وإن كانت لا توجد حكومة فإني أوجب على المجلس الوطني الانتقالي الآن أن يجتمع فورا، أن يجتمع ويصدر قرارا بإنشاء كتيبة محايدة من الكتائب اللي ليست لا من ورشفانة ولا هي من الزاوية. وهناك كثير من الكتائب أمراهم ناس شرفاء وأمناء وأصحاب دين وأصحاب أمانة ونزاهة، يسند إليه الأمر ويزودها بالقوة والسلاح لتدخل بين الفريقين وتنفذ الاتفاق. ومن اعتدى تقاتله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذه